السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة. وقبل أن أبدأ، أدعو المشاهدين الجدد الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ولايك إذا أعجبك الفيديو. أهلا ومرحبا بكم من جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة. إذا أردت أن أقول أعطيني قهوة بالحليب، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. أحسنت، نقول دامي اون كافي كوليتشي. ردد معي بصوت مرتفع: دامي اون كافي كوليتشي، وتعني أعطيني قهوة بالحليب. نقول دامي اون كافي كوليتشي. وإذا أردت أن أقول أعطيني كيلو طماطم، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أعطيني كيلو من الطماطم، فكر قليلا في الإجابة. أحسنت، دامي اون كيلو دي توماتي. ردد معي بصوت مرتفع: دامي اون كيلو دي توماتي، وتعني أعطيني كيلو طماطم. نقول دامي اون كيلو دي توماتي. ردد معي بصوت مرتفع: دامي اون كيلو دي توماتي. وإذا أردت أن أقول مثلا أعطيني حقيبة، أعطيني حقيبة، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. أحسنت، نقول دامي una bolsa. ردد معي بصوت مرتفع: دامي una bolsa، وتعني أعطيني حقيبة. نقول دامي una bolsa. بالدارجة المغربية هي الميكا، أعطيني شي ميكا. دامي una bolsa. وإذا أردت أن أقول مثلا أعطيني رقم هاتفك، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. أعطيني رقم هاتفك. أحسنت، نقول دامي tu número de teléfono. ردد معي بصوت مرتفع: دامي tu número de teléfono، وتعني أعطيني رقم هاتفك. نقول بالإسبانية دامي tu número de teléfono، وتعني أعطيني رقم هاتفك. وإذا أردت أن أقول مثلا سؤال من فضلك، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. رأيت شخصا ما وتريد أن تسأله وتقول سؤال من فضلك. أحسنت، نقول una pregunta por favor. ردد معي عزيزي المشاهد: una pregunta por favor، وتعني سؤال من فضلك. نقول una pregunta por favor، ثم تسأله عن وجهتك القادمة. وإذا أردنا أن نقول مثلا أطلب منك الاعتذار، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق. أطلب منك الاعتذار. أحسنت، te pido perdón. ردد معي بصوت مرتفع: te pido perdón، وتعني أطلب منك الاعتذار.
نقول تي بيدو بيردون. ردد معي بصوت مرتفع. تي بيدو بيردون، وتعني أطلب منك الاعتذار. وإذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا أنا آسف جدا، آسف جدا، فيمكننا أن نقول مثلا لو سينتو موتشو. ردد معي بصوت مرتفع. لو سينتو موتشو، وتعني آسف جدا. نقول لو سينتو موتشو، وتعني آسف جدا. لو سينتو موتشو. وإذا أردت أن أقول مثلا سامحني من فضلك، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. سامحني من فضلك. أحسنت. Perdóname por favor. ردد معي بصوت مرتفع. Perdóname por favor، وتعني سامحني من فضلك. نقول بالإسبانية Perdóname por favor، وتعني سامحني من فضلك. وإذا أردت أن أقول سامحني فقط، نقول سامحني فقط، فيمكننا أن نقول perdóname. perdóname، وتعني سامحني. نقول perdóname. perdóname. وإذا أردت أن أقول مثلا آسف فقط، آسف، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. أحسنت. disculpa. ردد معي بصوت مرتفع. disculpa، وتعني آسف. نقول disculpa. ردد معي بصوت مرتفع. disculpa. وإذا أردت أن أقول مثلا أمهلني لحظة، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعاليق. أمهلني لحظة. أحسنت. dame un momento. نقول dame un momento. dame un momento، وتعني أمهلني لحظة. dame un momento، وتعني أمهلني لحظة. ردد معي بصوت مرتفع. dame un momento. وإذا أردت أن أقول مثلا قبليني، فكر قليلا في الإجابة أو اكتب إجابتك في التعليق أو اعطيني قبلة. أحسنت. نقول dame un beso. ردد معي بصوت مرتفع. dame un beso، وتعني أعطيني قبلة أو قبليني. dame un beso.
إلى هنا يكون قد انتهى الدرس. إلى درس آخر إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. Hasta luego. Hasta luego.